وينك يا سيسي؟ افتح المعبر يا سيسي. اقتراحات كثيرة قدمت من هذه الجهات إلى القيادة السياسية، بين قوسين قيادة السيسي يعني، أو القيادة السياسية بمعنى أصح، رفضت برغم أنها كلها كانت عملية، واللي بيطرحها بيطرح آليات تنفيذها. يا رب يا رب، لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. اقتراح بأنه يتم عمل قافلة دولية يتحشد ليها. خلي بالك اللي بيطرح الاقتراحات دي جهات أمنية وعسكرية مش ناشطين. قافلة دولية يبقى على رأسها شيخ الأزهر اللي أبدأ استعداده، البابا ما عنديش فكرة هل تم طرح الفكرة عليه ولا لأ، وبابا الفاتيكان، مع بعض الشخصيات الدينية والشخصيات الدولية الداعمة للفلسطينيين من بعض المنظمات الدولية، ويتعمل بيها قافلة لا يكون أمام إسرائيل خيار سوى ضربها فإشعال حرب، ويعني سحب آخر كروت، وبأخذ تعهدات من الأمريكان وبعض الدول الأوروبية على الضغط على إسرائيل عشان تعدي هذه القافلة. ورغم انه الجيش قال انه مستعد انه يأمن ده. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل. لا زال راغب في تقبل موضوع التوطين، وشايفه الطريقة الوحيدة للخلاص من الورطة الاقتصادية، وانه الخلاف هو بس على الثمن وعلى طريقة الاخراج اللي هتحصل بيها، بحيث يبدو انه امر مفروض على مصر، وانه مصر مش هتطلق النار على الفلسطينيين الراغبين في النجاة من جحيم الحرب.